تخيل معايا كده الموقف ده. واحد دكتور شاطر وعنده مستقبل وعنده كل حاجة، وواحدة كوافيرة بسيطة وشعبية بتقعد كده طول النهار تصبغ شعر العرايس. اتقابلوا بالغلط بسبب لخبطة في التليفونات. مفروض بقى القصة دي تخلص بعد 5 دقايق، نضحك عليها شوية وننساها. ولكن لا، الراجل ده هيقع في حب البنت دي. ودي مش قصة حب تقليدية، ده حب جواه حاجة تانية خالص، حاجة كده تخليك تتعلق بيه أكتر وأكتر. لأنه في نفس اللحظة اللي بيكتشف فيها إن هو بيحبها بيكتشف إن عندها سرطان في الدم. أهو ده مسلسل ورد على فل وياسمين، 15 حلقة. النهاردة إحنا هنعمل حاجة مختلفة شويتين. إحنا مش بس هنتفرج على المسلسل، إحنا هنفتحه زي ما بنفتح أي قصة بنحبها، وهنشوف هو فين القوة وفين مناطق الضعف والانهيار اللي خلت آلاف الناس يزعلوا من النهاية. قبل ما ندخل في التحليل لازم نرجع شوية كده بالذاكرة. المسلسل ده لما نزل كان فيه كلام كتير حواليه. ناس كتير قالت إن سيبا مبارك مش لايقة قوي على الدور، هي ممثلة كبيرة وعندها تاريخ تمثيلي محترم، ولكن الدور مختلف عن اللي قدمته قبل كده. دور إلهام الكوافيرة الشعبية، وسيبا مبارك في أغلب أعمالها بنشوفها كده كست راقية، فلما تيجي تشوفها كده كوافيرة وبسيطة وبتتكلم بطريقة شعبية، الصورة الأولانية اللي بتحصل فيها صدمة بصرية قبل ما تبدأ تتقبلها. ولكن المسلسل ده، ودي حاجة هنرجع لها كتير في الحلقة دي، بيشتغل بمنطق تراكمي، يعني الانطباع الأول مش هو الحكم النهائي. مع كل حلقة سيبا مبارك كانت بتتمكن من الشخصية أكتر وأكتر، ولما وصلنا بقى لنص المسلسل أنا واثق إن كل بني آدم كان عنده تحفظ في الأول نسي أصلا هو كان متحفظ على إيه. المسلسل من بطولة سيبا مبارك وأحمد عبد الوهاب ومجموعة كبيرة من النجوم، تأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي، وإخراج محمود عبد التواب. القصة في الأساس بسيطة جدا. إلهام الكوافيرة ودكتور طارق بيتقابلوا بالصدفة بسبب لخبطة في التليفونات، ومع الوقت طارق بيقع في حب إلهام، حب حقيقي مخلوط بتعاطف، لأن هو بيكتشف إن هي عندها سرطان في الدم. وعلى مدار بقى 15 حلقة إحنا بنتفرج على إزاي العلاقة دي بتتطور في وسط ظروف صعبة جدا. ودلوقتي بقى السؤال اللي هنحاول نجاوب عليه طول الحلقة دي: هل المسلسل ده فعلا يستحق المشاهدة ولا بلاش منه؟ ولو يستحق، هو حلو في ايه بالظبط؟ وهل في حاجات كان ممكن تتعمل احسن؟ لو حبينا نبدأ من حتة معينة، أنا هبدأ من حتة الكتابة، لأن هي في رأيي الشخصي هي العمود الفقري اللي اتبنى عليه باقي المسلسل. السيناريو في ورد على فل وياسمين بيتميز بمستوى حواري راقي إلى حد كبير جدا، ودي نقطة مش سهلة في الدراما الرومانسية المصرية، لأن النوع ده غالبا بيقع في فخ من الاتنين: إما يبقى الحوار سطحي وساذج، أو يبقى الحوار طول الوقت بيحاول يبقى عميق فيطلع متكلف وكرنج. المسلسل من أول لحظة بنبدأ فيها بنتابع خط الحب ما بين طارق وما بين إلهام، وبنلاقي الحوار ماشي كده في منطقة وسطية صحية جميلة، في عاطفة بس مش مفتعلة، وفي عمق بس مش متفلسف. وده بيوصلنا لنقطة مهمة جدا، وهي الجو العام للمسلسل. في حاجة غريبة بتحصل وانت بتتفرج، وهي ان انت حرفيا بتحس انك شامم ريحة ورد، مش بالمعنى الحرفي طبعا، ولكن بمعنى انه في احساس بصري وسمعي وحتى نفسي بيخليك تستريح وانت بتتابع. مشاهد الحب فيه هي مشاهد رومانسية، حتى الكوميديا اللي بتتقدم جنب القصة الأساسية كل ده بيخدم نفس الجو. ودي حاجة مش سهلة أبدا إن هي تتحقق، لأن أغلب المسلسلات بتركز على المحتوى وتنسى الجو العام، ولكن هنا حصل عكسه تماما. طريقة السرد كمان كانت نقطة قوة، السرد مش بطيء، ودي حاجة مهمة جدا نتكلم فيها بعدين بالتفصيل. ولكن من ناحية البناء القصة بتتقدم بطريقة منطقية جدا، كل حلقة بتفتح باب جديد من غير ما تسيب باب قديم متوارد. ثانيا كتابة الشخصيات، وليه طارق يعتبر هو البطل الحقيقي. دي بقى النقطة اللي أنا شخصيا بحبها جدا أكتر من أي حاجة تانية في المسلسل. لو سألت أي حد عن بطل مسلسل ورد على فل وياسمين هيقولك إن هي أكيد سيبا مبارك، لأن هي تعتبر محور القصة العاطفية. ولكن بقى لما تتفرج على المسلسل بشكل كامل وتوصل للحلقة الأخيرة هتلاقي إن البطل الحقيقي اللي اتحط جواه أكبر قدر من التطور هو طارق. ليه؟ لأن طارق ده مش شخصية ثابتة من الأول، هو بيتقدم لنا في البداية كشاب من عيلة محترمة، دكتور حياته متخطط لها بشكل كامل تقريبا، وأبوه اللي عنده تأثير كبير قوي على قوة قراراته شايف إن هو عارف مصلحة ابنه أكتر من الابن نفسه. ودي نقطة مهمة جدا لازم نقف عندها. التربية اللي طارق اتربى عليها خلته إنسان معتمد وبشكل كبير على رأي أبوه. المشكلة إن أي إنسان مهما كان أبوه أو والديه عايزين له الخير، هو محتاج في مرحلة معينة
إن هو يتخذ قرارات لنفسه، ومش لازم تكون القرارات دي صح 100%، ولكن لازم يكون قراره هو علشان يتعلم معاه إن هو يتحمل نتيجته ويبني شخصيته على أساسه. وهنا بقى أول قرار حقيقي طارق بياخده من نفسه هو حبه الإلهام، ودي اللحظة اللي المسلسل فيها بيبدأ يتحول من قصة حب عادية إلى قصة تكوين شخصية طارق. طارق هنا مش بيتمرد على أبوه بطريقة درامية مفتعلة، لا، هو بيتمرد بطريقة هادية، طريقة إنسانية وواقعية. بيحب واحدة مش من الطبقة اللي أبوه كان متخيلها له، وبيستمر في الاختيار ده حتى لما الظروف بتبقى أصعب. وده تحديدا سبب إعجابي الكبير بكتابة الشخصية دي، لأن هي مش بتقول لنا إن العيلة غلط والابن صح، هي بتقول لنا حاجة تانية أعمق بكتير، إن الأب حتى وهو أكيد نيته كويسة مش من العدل إن هو ياخد كل القرارات بالنيابة عن ابنه. حتى لو طارق أخد قرار غلط في حياته يفضل أحسن من إنه يعيش حياته كلها على قرارات حد تاني. ودي رسالة ناضجة جدا وبتقدمها بطريقة غير مباشرة، وده تحديدا نوع الكتابة اللي أنا بحترمه في الدراما. ثالثا بقى القصص الجانبية، هل كانت إضافة حقيقية؟ من النقط اللي بتفرق جدا بين مسلسل ناجح ومسلسل ممل هو إن إحنا إزاي هنتعامل مع القصص الجانبية. المسلسل اللي بيركز على القصة الأساسية بس ممكن يبقى مكثف ولكن بيبقى رتيب وممل لو القصة الأساسية مش قادرة تشيل 15 حلقة كاملة لوحدها. ورد على فل وياسمين قرر بقى يدخل قصص جانبية، أهمها قصة أخت طارق وعلاقتها بالراجل بتاع السوبر ماركت. والقصة دي بصراحة كانت بالنسبة لي مقبولة جدا. مش هقول إن هي كانت من أقوى نقاط المسلسل، لا طبعا، ولكنها أدت وظيفتها وبشكل كامل. ملت الفراغات الزمنية بين تطورات القصة الأساسية، وادت كمان بعد إنساني تاني للمسلسل، وهو موضوع المرأة اللي عدت بتجربة طلاق فاشلة وبتحاول تفتح صفحة جديدة في حياتها من غير ما تستسلم. النقطة دي حتى لو كانت تفصيلة فهي بتضيف للمنطق العام للمسلسل، لأن أنت لو لاحظت المسلسل كله في جوهره بيتكلم عن فكرة واحدة بس. إلهام بتواجه المرض، وطارق بيواجه سلطة أبوه، وأخته بتواجه فكرة إن هي مطلقة في مجتمع بيعتبر دي وصمة عار. كل خط في المسلسل بيرجع لنفس الفكرة ولكن من زاوية مختلفة، وده دليل على إن السيناريو ده مكتوب بوعي ومش بالصدفة. نتكلم بقى عن التمثيل. زي ما قلنا في الأول، سيبا مبارك في شخصية إلهام كانت في الأول محط شك بالنسبة لناس كتير، وأنا بصراحة كنت منهم، ولكن بقى مع تقدم الحلقات الأداء بقى أنضج وبقى أقرب للشخصية. يعني الطريقة اللي بتتكلم بيها بتتحرك بيها على أساس إن هي يعني بنت شعبية وبسيطة كان كويس جدا. وأنا بحترم المجهود الكبير اللي هي بذلته، لأنه مش سهل خالص على ممثلة معروفة بأدوار تانية إن هي تتقمص شخصية مختلفة بكل التفاصيل اللي فيها. لكن لو سألتني بقى عن أفضل أداء في المسلسل هقول لك ومن غير تفكير أحمد عبد الوهاب. الممثل ده بالنسبة لي اكتشاف حقيقي، قدم شخصية طارق بطريقة فيها خفة ظل وفيها عمق درامي كمان وقت ما الموقف بيتطلب ده، وفيها كوميديا طبيعية مش مفتعلة، وده تحديدا نوع الممثل اللي تقدر تشيله أي دور في الدنيا، رومانسي كوميدي أو حتى دراما تقيلة. ولسه الممثل ده ما خدش فرصته بشكل كبير في السينما، أنا متأكد إن هو هيعرف يثبت نفسه قريب. باقي الكاست كله بصراحة كان كويس، فدوى عابد، وليد فواز، حتى الطفل اللي قام بدور كريم، كل واحد فيهم قدم اللي عليه وبزيادة من غير ما يبقى أداؤه بيخرب التجربة العامة. طيب كل الكلام ده كويس، ولكن نتكلم بقى عن المشاكل، لأنه مفيش عمل كامل. المشكلة الأساسية واللي أنا شايفها هي جوهر النقد الحقيقي للمسلسل هي إنه ورد على فل وياسمين في جوهره مسلسل لايت كوميدي رومانسي خفيف قبل ما يكون مسلسل دراما حقيقي. يعني المسلسل قضى تقريبا 70-80% من وقته بيبني عالم مريح، في شوية ضحك وشوية رومانسية لطيفة، في أجواء حلوة، وده في حد ذاته مش مشكلة. المشكلة بقى بتيجي في النهاية، لأن النهاية اللي هنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي نهاية واقعية جدا، صادمة جدا، من النوعية اللي اختارت الواقعية على حساب الراحة النفسية للمتفرج، وده نفسه يعتبر قرار فني محترم جدا وشجاع جدا. ولكن المشكلة إنك قضيت تقريبا 14 حلقة كاملة بتبني توقع معين عند المتفرج، توقع إن المسلسل ده رومانسي خفيف، وفي الحلقة الأخيرة بقى بتقلب الترابيزة بالكامل. ودي بالنسبة لي مشكلة في البناء مش مشكلة في النهاية نفسها، لأن أي عمل فني بيقرر إن هو يقدم نهاية مأساوية أو واقعية قاسية لازم يجهز المتفرج بالتدريج. ومش معنى كلامي إني كنت محتاج إن المسلسل يبقى تراجيدي من البداية، لا، خفة الدم والرومانسية كانوا من أقوى نقاط القوة اللي في المسلسل، ولكن كان المفروض يبقى فيه خيط رفيع كده، في شوية تلميحات أبسط تخلي المتفرج حاسس إنه في احتمال إن الحاجات مش هتخلص بشكل حلو. طيب نوصل بقى للحظة الحكم. ورد على فل وياسمين مسلسل أنا واثق إن هو يستحق المشاهدة، عنده كتابة شخصيات قوية جدا،
خصوصا شخصية طارق. عنده حوار راقي وعنده جو عام مريح بيخليك تستمتع وانت بتتفرج، وعنده كمان أداء تمثيلي محترم خصوصا من أحمد عبد الوهاب، وعنده إيقاع سريع كفاية إنك ما تزهقش وانت بتتفرج. المشكلة الوحيدة الحقيقية هي عدم التوازن ما بين طبيعة المسلسل وما بين النهاية الواقعية القاسية اللي ما كانتش متوقعة بالشكل ده، وده كان عيب بناء مش عيب جوهر القصة. المسلسل كويس جدا، أنا استمتعت جدا بالفرج عليه، بس كان ممكن يبقى تحفة فنية لو قعد يفكر شوية في طريقة تمهيد أفضل للنهاية. ودلوقتي بقى سؤالي ليكم، هل المفروض الأعمال الفنية تجهزنا للنهاية ولا الصدمة نفسها هي القيمة الفنية؟ سؤال ممكن نتكلم فيه لساعات وساعات. لو انت من اللي شافوا ورد على فل وياسمين، عايزك تقولي بقى رأيك في الكومنتات، مع النهاية ولا ضدها؟ وهل حسيت ان المسلسل جهزك ليها فعلا ولا انت حسيت ان هي زقة كده زي ما كنا بنتكلم؟ ولو لسه ما شفتوش، انا قلت رأيي، عنده كل المقومات ان هو يستحق وقتك، بس روح وانت متوقع ان في نهاية مش هترضيك بشكل كامل. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أنا أحمد عقل، ودي كانت حكايتنا النهاردة، وزي ما دايما بنقول الحكايات كتير لكن سقراط بس هو اللي عنده الحكاية الصح.